السلام، كنتمنى تكونوا على خير وبخير ان شاء الله. اليوم غادي نهضروا على جدول الاكل ديال الرضع من الزياده حتى ل 6 شهور. شنو خصهم ياكلوا من 6 شهور؟ المعده ديالهم قداش كتكون من الزياده حتى ل 6 شهور؟ شنو خصهم ياكلوا؟ شنو خصهم ما ياكلوش؟ قبل ما نشوفوا هذا الفيديو هذا ما تنساوش تشتركوا في القناه وتعملوا الجرس للقناه باش يوصلكم الجديد، وخليو جيم الفيديو باش هكا تشجعوني انني نزيد نحط لكم بزاف ديال الفيديوهات، وبارطاجيو الفيديو ما خاسرين والو الا بارطاجيتوا الفيديو مع الناس لان كديو الاجر. وما تنساوش تخليو التعاليق، كتبوا اي حاجه بغيتوا في التعاليق، كتبوا في التعاليق اللهم ارزقنا الذريه الصالحه يا رب. يلا نمشيو نشوفوا الفيديو ديالنا. بزاف ديال الامهات نهار الولاده ديالهم اللي كيزداد عندهم البيبي كيعطيوه يرضع، ما كيبغيش يقبط البزوله، يقبط البيبغون، وهنا كيخافوا كيتقلقوا، كيقول لك لا خصو ياكل غادي يموت الا ما كلاش. سورتو في ديك 3 ايام الاولى الام كتعصب مع البابا ديالها، كتقول لك لا خصو ياكل ضروري. خصك تعرفي بان الحجم ديال المعده ديال الرضيع ملي كيتزاد كيكون الحجم ديالو قد حب الملوك. الوغ هنايا معلقه صغيره تقدر تشبعو. دونك هنا ما تقلقيش ان البابا ديالك الا ما بغاش يرضع في هذيك 3 ايام الاولى راه الا جر من البزوله ديالك 2 ديال المصيصات فكيشبعوه. هنا كل 6 ديال السوايع خصو ياخذ غير واحد المعلقه ديال الحليب وكتشبعو. الوغ في اليوم الثالث هنا المعده ديالو كتكبر تولي قد الكركاعه، يعني هنا 5 ديال المعالق ديال الحليب كيقدروا يشبعوه. كل 3 السوايع كيخصو 5 المعالق ديال الحليب. وملي كيوصل الاسبوع الحجم ديال المعده ديالو كتولي قد المشماشه، يعني هنايا كيف ما كنقولوا 60 ملل ديال الحليب كيشبعوا، يعني 2 شريطات في الرضاعه، 30 60 2 شريطات في الرضاعه كيشبعوه. هنا خص ياخذ كل 3 السوايع او 4 السوايع خصو 60 ملل ديال الحليب. ملي كيكمل شهر الحجم ديال المائده ديال الرضيع ديالنا كتولي قد البيضه كتكبر. هنايا الرضاعه عامره ديال الحليب كل 3 او 4 ديال السوايع. بالنسبه للبيبي اللي كيرضع البزوله هنا خصو يرضع البزوله 8 حتى 12 مره في النهار، يعني خصو يرضع البزوله ديالك ما بين 8 حتى 12 مره في النهار. فوق ما جا الجوع خصك تعطيه يرضع. هنا كيبقى البيبي ديالنا يشرب الحليب بوحديته من الزياده حتى 4 شهور. ممنوع منعا كليا تعطيه ياكل شي حاجه او لا يشرب الماء. كيف ما هضرت لكم على الماء من قبل، الكيلي ديال البيبي ديالنا ما كيكونوش خدامين، ما كيقوموش بالتصفيه، لهذا ممنوع منعا كليا نعطيو البيبي ديالنا يشرب الماء قبل 4 اشهر. من 4 شهور ل 6 شهور يبداو يبغيو ياكلوا. الوغ شنو خصنا نعطيوهم هنا؟ خصنا نعطيوهم الخضر، الفواكه، اللي نعطيوهم الارز. الوغ شنو هما نوع الخضر اللي نقدروا نعطيوهم؟ بطاطا مسلوقه، الخيزو مسلوق. بالنسبه للفواكه تفاحه مسلوقه، بنانه مهروسه، الارز حتى هو كنقدروا نعطيو لهم مسلوق مع الحليب. هنا ضروري تعملوا واحد شويش ديال الملحه الا سلقتوا لهم شي حاجه باش تجيهم بنينه وهكا يبغيو ياكلوها. من 4 شهور 6 شهور كنعطيوهم القرعه الحمراء حتى هي مسلوقه ومهروسه. من بعد كل نهار كنعطيه حاجه، اليوم عطيتو خيزو غدا غنعطيه البطاطا، بعد غدا نعطيه القرعه. من بعد ملي كيذوق ليا كل حاجه بوحدها من بعد تنقدر نبقى نخلط ليه الخضر مع بعضياتها، نخلط له خيزو مع البطاطا مع القرعه. وبالنسبه للفواكه ما تعطيوهمش شي حاجه من غير التفاح والبنان، لان الفواكه الاخرى كتكون فواكه ديال لا سيزون كتقدر دير لهم حساسيه وتمرض لهم المصارين ديالهم. وحتى لا مامون ما خصكش نهائيا الا كنتي كترضعي ولدك الحليب ديال البزوله ممنوع منعا كليا انك تاكلي الفواكه البابا في الحليب ديالو، هكا غتمرضي له المصارين. هنا ملي كنعطيو للبيبي كندخلوا لهم الماكله، ضروري كنعطيوهم يشربوا شويه الماء ولا الماكله. اللي خصكم تعرفوا ان من 4 شهور ل 6 شهور هنا البيبي غير كيبدا يذوق لنا الماكله، ماشي ضروري انك تعطيه الماكله حتى يشبع ولا تلزمي عليه انه ياكل بزز منه. هنا كيف ما قلنا المعده باقا صغيره كيقدر غير يذوق وكيشبع. شنو هما الحوايج اللي ما نقدروش نعطيوهم للبيبي؟ الاكل اللي البيبي ما خصوش ياكلو قبل 6 اشهر، البيض والسمك الحوت واللحوم. هنا البيبي ممنوع عليه انه ياكل هذا الاكل هذا قبل 6 اشهر. كنبداو لهم السمك واللحم والبيض حتى كيوصل 8 اشهر عاد كنبداو نعطيوهم هذا النوع ديال هذا الاكل هذا. الوغ باش غنعرفوا البيبي ديالنا جاه الجوع وبغى ياكل، العلامه الاولى باش نعرف البيبي ديالي راه جاه الجوع وبغى ياكل هو كيبدا يبكي وكيغوت، هنا نعرفوا راه جاه الجوع. غادي نعطيه ياكل، والحليب ضروري. واخا البيبي يبدا ياكل لينا الماكله الحليب ضروري، وجبه رئيسيه ديال البيبي هو الحليب. الحاجه الثانيه باش نعرفوا البيبي ديالنا جاه الجوع هي كيجمع يدياتو، كيجمعهم خليهم مجموعين، وملي كياكل وكيشبع يديه كيطلقهم هكا كيكون فرحان وشبعان وباغي يلعب. هنا باش بزاف ديال الامهات ما كيعرفوش يعطيو يديروا لوليداتهم نظام باش ياكلوا، كيبقاو يعطوهم الماكله بطريقه عشوائيه، ولا كيعطيوهم الحليب بزاف فوق القياس. لا عطيتهم الحليب بزاف فوق القياس غضرهم المعده ديالهم، غيبداو يرجعوه يتقيا وغتجيهم الفواقه، وهنايا غادي يجيهم حتى القبض. دونك كنديروا لهم واحد النظام خلال اليوم ديالهم باش كنعطيوهم يرضعوا. مثلا كل 3 ديال السوايع كنعطيه يرضع، والماء نعطيه 3 ديال الوجبات في النهار ياكل. كنعطيه مع الصباح واحد شويه واحد البنانه مهروسه، مع الغداء كنعطيه واحد شويه ديال البطاطا ولا خيزو، وفي العشاء كنعطيه واحد شويه ديال الارز. هادشي ملي كيبدا ياكل الا كلا غير 2 معالق راه كافيين. كيف ما قلنا المعده ديالهم صغيره. بالنسبه للسيريلاك وبالنسبه للدانون انا ما تنصحكمش تعطيو لوليداتكم سيريلاك، وما تنصحكمش تعطيهم دانون، وحتى الا بغيتو تعطيهم بتي سويس
كنعطيوهم سيسويس اللي لونه ابيض ما فيهش ملونات، وكنعطيو ليهم مره ولا مرتين في الاسبوع كافيه، لان بزاف ديال الدانون كيبقاوش باغيين يرضعوا، ما كيبقاوش باغيين ياكلوا وكيضرهم في المسارنات ديالهم. من الاحسن عطيوهم الحليب وعطيوهم الخضر وعطيوهم الفواكه والارز، وهكا غيكونوا صحه جيده. كنتمنى ان شاء الله المعلومات ديال اليوم تكونوا استفدتوا منهم. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو، ما تنساوش تعملوا لي جيم تحت الفيديو. كنبغيكم بزاف.